ثانية واحدة بس. أنا دلوقتي أستاذ محمد لو سمحت سامعنا حضرتك؟ سامعك وعايز أرد لو سمحت. لو سمحت بقى ليك حق، اتفضل رد. بعد إذنك. أولا حصل لنا ايرور بصراحة يعني. أولا كل التحية والتقدير للأستاذ صلاح المحترم، أهلا وسهلا بيه. لكن الحقيقة هو يعني انبرى في الأول بالدفاع عن بيراميدز، أنا كنت عايزه يدافع عن المنطقة مش عن بيراميدز. وفي الآخر تناقض كلامه لما قال أنا ما عنديش أصلا استمارات. فلما حضرتك ما عندكش أصلا استمارات وما عندكش أصول، حضرتك بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن صور؟ ده احنا امام كارثه. ادي واحد. اتنين، انا بشكر جدا الاستاذ صلاح لان انا الحقيقه هطلب نسخه الحلقه دي امام النيابه العامه، لان انا بقول لك على الهوا انا معايا مستند موقع من الاستاذ صلاح بدر بان اللاعب اللي قدامك ده غير مقيد بصفوف بيراميدز، مختوم بختم النسر. بقول لحضرتك تاني بتوقيع من الاستاذ صلاح بدر، موقع منه ومختوم بخاتم النسر ومقدم الى النيابه العامه. وهي دي القضيه، ان اللاعب سعد طارق غير مقيد لدى صفوف بيراميدز. فاحنا بنهزر، احنا طالعين نهزر، والاستاذ صلاح يعلم هذا وكويس قوي. انا هطلب نسخه الحلقه دي وبقول له يا فندم انا ما اتهمتش المنطقه ليه؟ لان عارف طريقه القيد. لكن كويس قوي ان حضرتك اثرت الكلام ده، خدت المكالمه منه وهو رجل محترم سيد وزير الشباب والرياضه. انت سمعت دلوقتي مداخله الاستاذ صلاح بدر لعيبه الناشئين في مصر بيتأيدوا بصور